من المنطقة التي أقف فيها هنا شمال شرقي سوريا وبمحيط 250 كيلومترا يخرج أكثر من 70% من النفط السوري. خلال جولتنا بين آبار النفط في الشمال السوري بدا واضحا سيطرة المعارضة وتحكمها بآبار ومنشآت نفطية عديدة. حطينا على نقاط حراسة ثابتة بالإضافة لنقاط متحركة، دوريات متحركة. وتسعى المعارضة السورية شمال البلاد إلى بلورة خطة حول مصير الآبار والمنشآت النفطية التي توقفت أغلبها عن العمل قبل السيطرة عليها بسبب العقوبات الدولية على قطاع النفط السوري. خطتنا ان شاء الله بالمرحله المقبله ان شاء الله اعاده يعني انه النفط يمشي مثل اول واحسن ان شاء الله، بس انه عندنا احنا في مناطق مجاوره لنا مناطق اخواننا الاكراد، وحاليا عم في مفاوضات بيننا وبينهم انه نسيطر على النفط ونعيد تسهيله وتسييره مثل اول ان شاء الله واحسن. ومن شأن أي خطة مستقبلية أن تصطدم بعدم تحكم المعارضة بموانئ التصدير البحرية في بانياس وطرطوس التي لا تزال تحت سيطرة النظام. قضية الاستفادة فهذه مرهونة بالمرحلة التي يمكن أن تكون مناسبة لذلك. إذا كنتم لا تستفيدون من هذه المنشآت النفطية، هل أنتم تحرسونها لأن النفط لا يزال يتدفق إلى مصفاة حمص؟ ليس كذلك، لأن الآبار قد توقفت منذ فترة طويلة وليس اليوم. وبينما لا تزال قيمة الإيرادات التي يمكن أن تجنيها المعارضة في حال تمكنت من تصدير نفطها تقديرية، من المؤكد أن السيطرة على أغلب آبار الشمال يزيد الضغوط على حكومة دمشق ويحرمها من ملايين الدولارات. من المنطقة الشمالية الشرقية في سوريا، جمعة عكاش، العربية.